النهاردة انا رايحة اشتري حاجات ليا، وعشان كده انا اتمكشت وظبطت نفسي كده ولبست وقلت ايه، ما اخد لي كمان صورتين كده عشان انتوا عارفين الست لما بتيجي تشتري حاجة لنفسها بتكون فرحانة ومبسوطة بقى كده هتتدلع واخيرا هيتروق عليا. المهم قلت اما اخد لي صورتين، ببص في تليفوني لقيتني بقالي كتير اوي ما اتصورتش، وكل الموبايل صور ايميليا. جيت اخد صورة تسيبني ابدا، عمالة ترخم عليا ينفع كده، مش عارفة اخد صورة من غيرها. وبعد كده جيت اخد صورة من غيرها لقيتها جاية ماسكة في رجلي، اجي اشيلها عشان تتصور معايا مش راضية تتصور معايا. مهم انا نسيت اوضع الصور اصلا، يعني بقالي كتير ما اتصورتش من اول ما اتجوزت يعني. فنسيت الاوضاع ونسيت ازاي بتصور اساسا، واميليا شغلاني وعربيات وحاجات. راح قلت لعمر بقولك ايه، خلاص خدناها ويلا رحنا على المول. اتفضلوا. اول لما نزلت من العربيه طلعت تجري وعماله تجري وتتشاقى، وعمر لسه مش قفل وانا بصور وانا خايفه من العربيات تيجي. رعباني رعباني رعباني، وبقيت شقيه 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 جدا وعايزه تكتشف كل حاجات وعايزه تجري، وانا خايفه منها، خايفه منها وخايفه عليها، خايفة منها عشان بقت شقية وخايفة عليها عشان العربيات وكده. فقلت ما يلا هاخدها والعبها شوية، بقالي كتير يعني مش طلعتها من البيت ولا خرجتها. الفيديوهات دي قديمة قوي، انا بصورها حاجات ما منتجتهاش، فاليومين دولت قلت ايه ما منتج الفيديوهات دي وابدأ انزلها، لان في كتير قوي انا مش منتجته ولا نزلته. فقلت بقى طالما انا من الايام دي مش خارجه من البيت وتعبانه وصعب جدا اخرج الايام دي عشان تعبانه جدا حتى باين على صوتي، قلت يلا اما اقعد امنتج الصور دي واتسلى فيهم، وبالمره ارجع ذكرياتي كده بيني وبين عمر والبيبي وكده. الحلو في ان انا اعمل يوميات، هو مش بس انه انا عايزه اصور واطلع فيديو واقوم جايه منزلاه، لا الحلو في ده كمان ان انا بعمل ذكريات لنفسي، انه بعد كده هرجع واشوفها واقول ياه واحنا بقى كان شكلنا كده، واحنا كنا بنعمل كده، ايه الهبل ده، ونقعد نرجع نفتكر الحاجات دي. حابه انه الناس تشاركني لحظتي وانا مبسوطه وانا فرحانه، مش عايزه حد يشوفني وانا حزينه بيني وبين مشاكلي ما بيني وما بين جوزي او ما بيني وما بين اي حاجه، مش عايزه حد يعرف عني حاجه وحشه، بل بالعكس نفسي الناس كلها تشوف ان انا مبسوطه ويشوفوا الاماكن ان انا بروحها ويشوفوا ازاي انا بستمتع مع بنتي وجوزي الحمد لله يعني. احنا هنا رحنا الفود كورد في مول العرب، بعد كده رحنا المحل ده جامد جدا يعني. عمر مسك المنيو زي ما انتوا شايفين كده وبدأ يشوف الحاجات اللي فيه، بعد كده خد بوكس الابطال ده اللي هو اللي احنا هنجيبه، وهو عمال ينادي قال له انا هاخد ده، قال له بص عقبال ما كده هنروح كده. رحنا بقى نشوف الالعاب، احنا كنا مقررين اصلا نلعب ايميليا. دخلنا هنا يا جماعه لقينا في كارت ولازم حد ادنى مش عارف تحط على الكارت 400 وشويه وتاخده وتدخل في البتاعه دي وتلم كوبونات وتروح تلعب بقى بقيه اللعب دي كلها بالكوبونات اللي انت هتكسبها. فالموضوع مش نافع. بصوا دي عجبتني قوي بس ايميليا صغيره عليها، صغيره جدا جدا جدا، يعني مش هاخد بنتي واوديها المكان ده دلوقتي. دي انا ركبتها في مول مصر، كان تحدي اللي مش هيخلص سندوتش وهيركبها كعقاب، انا ما قدرتش اخلص السندوتش بتاعي وركبتها. صعبة مش سهلة، انا كنت حامل وقتها في ايميليا. ودي لعبة برضو كانت جميلة جدا، برضو كده بتقعد تضرب فيها كأنك انت باندا وبتلقي الضربات على العدو. ودي كانت حلوة برضو بس كانت سريعة، فالحاجات دي كنت عايزة اركبها بس لقيت عشان اركب لها لعبتين بس هما اللي هيجوا على قدها ادفع لي 400 وشوية، كارت اعمل بيه ايه بعد كده مش عارفة بقى. فقلت لا، او لقيت قلت مش مشكلة في الاخر، لان لما شفت اتحمست يعني قلت مش مشكلة، اهمية تكون فرحانة، 400 جنيه 400 جنيه مش مشكلة، فده ايه بنتي. شفت الرسم بعد كده قلت لا هرسم من على وش بنتي ووش بنتي هيبوظ. شفت بقى ماريو كده، ده ياه فكرني بأيام زمان جدا. بس كان بلاي ستيشن، واخرنا نقعد على الكمبيوتر او الشاشة ونحط عليها البلاي ستيشن ونلعب. بس دلوقتي الالعاب ما شاء الله اتطورت، ايه ده ايه ده. بصوا وبعد كده بقى قلنا لا خلاص مش هاخد لإيميليا الالعاب ديت، مش هينفع تلعب مش سنها، وخفت عليها الصراحة لانها لسه صغننة يعني، فانا خايفة عليها والله. قمت جاية وكنا قعدنا نلف كمية لف عشان نلاقي ترابيزة، مش لقينا، المهم لقينا ناس سابولنا ترابيزة وإيميلي قعدت عليها تحرسها
عقبال ما عمر جاب الاكل وانا كنت بصورها. يلا عمر جاب الاكل اهو بقى، وبسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقول لكم الاكل ده مش اتنسف، الاكل ده يعني اقول ايه، في ثانية ما كانش موجود، البوكس ده كان خلصان. بصوا بقى، كان في بانيه وفي اسمه ايه ده، شاورما لحمة وشاورما فراخ. بصراحة كانوا جامدين جدا، جامدين يعني ما شاء الله. احنا نسفنا الاكل مش كلناه، قعدنا بقى نحط في الصوص، في صوص ده حامي والتاني كان عادي. كلنا لحد ما قلنا يا بس بطني ما كنتش قادره. اشوف البوكس قد ايه خلص في ثواني، عمالين ما فيش ما شاء الله. وانا عماله اقول لعمر شوف صورني بقى وانا كده باكل، هوبا مش عارف اللقمه مش هتتقطع، كله عمال يقع عليا. فصراحه كان جامد وانا كنت بضحك عليه يا جماعه علشان اخد الساندوتش عشان مش هو اللي ياخده. وإيميليا برضو كنا بناخد رأيها. حلو يا إيميليا؟ قامت جايه عاملنا زي ما انتم شايفين لايك كده وسقفت لنا، يعني عجب إيميليا. هي اخرها بتاكل معانا بطاطس. إيميليا جميله وكانت فرحانه وكانت مبسوطه، واحنا كمان كنا فرحانين وكنا مبسوطين. وانا كنت عماله ارخم على عمر عشان انا بحب حاجه وهو بيحب حاجه وخلاص قربت تخلص، فكنا ايه عاملين ناكل فيها هي الاول. وبعد كده احنا مشينا. برجر كينج الصراحه يعني عمل حاجه لطيفه جدا، عمل تاجات زي دي وبيديها للاطفال، والبلاليب برضو احنا خدناها، انا اشتريتها لها، خدتها نفختها لها بقى واديتها لها عشان هي عماله تقول بطه بطه بطه. ميلي بتحب البطه، عندها بالونه. فعمر تعب قال نحطها في العربيه، هي مفيش حاول ان هو ينزلها في العربيه ويقعدها، اهي برضو فطت منه ونزلت في الارض وعماله تجري ورا الناس، ويعني حاجه مرمطه. وشوفي هي واحده لقيتها دي لطيفه جدا، لو تعرفوها وتمنشنوا لها في الفيديو يا جماعه. قعدت تلعبها الصراحه وهي لطيفه جدا، وإيميليا كانت حباها. يلا هوب إيميليا واحنا ماشيين شبطت في المصاصات. شكلي مش هشتري هدوم النهارده، هو اليوم مش راضي يخلص، انا عايزه اشتري هدوم. انا لما صدقت هطلع اشتري هدوم ماشي. المهم عمر وقف جاب لها اللي هي عايزاه. هي طبعا بتحب البصاصات، دي حاجه مفروغ منها وعلى طول بنجيبها لها كل يوم. نازلين المول لازم مصاصه وبالونه، هي مفيش غير كده. فالمهم عمر اشتريها لها وهي فضلت تعيط فاكره ان هو هياخدها مش هيجيبها لها، فاديناها لها بقى. قلنا الراجل نحاسبه، حطها في البتاعه دي. بعد كده بصلي كده وبيضحك عليا. طلع بقى ايه عمر، شوفوا بقى راح يشتري لي ايه. قعد مسك لبس الجلافز ولقيته عمال يشيل ويحط، يفتح ويشيل ويحط. ايه يا حبيبي، يفتح ويشيل ويحط. بيقول لي انت مش رايحه تدلعي وتجيبي فلوس تجيبي لبس؟ قلت له قال لي مش خدت فلوس؟ قلت له قال لي طب بقى اللي معايا انا هجيب لنفسي وحاجات وهدلع نفسي. يا عمر ما انا مش باكلها، لا ما انا هشتريها. المهم لقيت البتاعه دي عشان إيميليا بتحب اغنيه بيبي شارك دو 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 دو، فقمت جايبها لها. وبعد كده جيت بصيت على اللعب التانية، حاجة يعني تنفع بنوتاتي ما شاء الله، يعني البنات مش عارفة راحوا فين في الموضوع. هنا حبيت ارخم على عمر وضحكت عليه وبقوله انا بصور وهات واحدة بقى دوقني، لانه مش راضي يديني بصراحة. ينفع رخمت عليه في الاكل، بيرخم عليا مش راضي يديني من الحلويات. وبعدين عارف ان انا مش بحب الحامض، اداني واحدة حامضة، فبقوله اديني واحدة كده انا بصور يعني ادوق طعمها واقول للناس ايه رأيي فيها. المهم اداهالي واحدة حمض من اللذينة، ضحك عليا عارف. بص بقى مبسوط بيقولي بتصوري طب خدي اهو. في ثانية دخلت بقه، في ثانية ما شاء الله كلها. بص ماشي بيضحك عليا ازاي، بيرخم عليا عشان مش راضي يديني واحدة. ينفع كده؟ يقولي حامض، بيتريق عليا. وأمالي هنا كنا بنحاول نصور انا وهي وعمر، لقيتها بتشاور لكم تقولوا هاي. وقابلت شيماء شوشو البلوجر العسل اللي بتموتنا، رحنا ضحك صورت معاها، كانت لطيفة جدا قوي 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 وعسولة قوي. وهنا بقى انا قمت جايه بقى ايه، طبعا احنا بعد لف وما قدرتش اصور يا جماعة، انا تعبت لدرجة ان شوفوا عمر راح يجيب لنا كولا ومية، خلاص لفينا يعني. مهم ان انا ميلي حتى نامت. وبصوا شوفوا المصاصة فين. وانا دخلت بقى على كارينا وما كنتش لاقيه بيجامات تعجبني، دخلت على كارينا لانه كان لسه احنا في الخريف فانا عايزه حاجات خريفي، هم منزلين شتوي على طول. لقيت في كارينا الصراحه حاجات حلوه جدا فاشتريت الحمد لله يعني بيجامات كتير، دفعت مبالغ يعني.
المهم قام جاي طلعنا بقى خلاص عمر رايح على العربية. انا حبيت ان انا اصور لكم المكان. كان عايزة اقول لكم احنا داخلين الصبح، والله انتوا شايفين في الفيديو في الاول احنا داخلين الصبح، احنا طلعنا الساعة كام؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ بالليل حرفيا. بصوا بقى انا كنت فرحانه وخدت التاج بتاع ايميليا لبسته بقى عشان هي نامت بقى، ومسكت لها البالونه عشان تصحى تقول لي بالونه بالونه وهتعيط. وكنت مبسوطه قوي قوي ان انا اشتريت الحاجات دي، حطيتها في العربيه. بصوا ايميليا يعني كانت نايمه، كنت هاخدها بقى انا واقعد جوه. بعدين خدت لكم بقى صور ذكرى من المكان. انا ده قبل ما نطلع، وعمر برضه بيرخم عليا. انا وعمر قبل ما ندخل المول، شوفوا كان الصبح ازاي، انا واميليا العسولة القمر دي اللي هموت واكلها. وانا كنت بحاول اخد اي صور بس للاسف فشلت. خدت كذا وضعية كده. اميليا برضو مش راضية تسيبني الحمد لله. واميليا دي قمر، انا ما اقدرش اتكلم عليها. وهي كانت بتدوق، كانت صاحية بتاكل معانا الحلويات عادي خالص. لقيت في حلويات كانت بتنام، صحيت وكلتها. كلت حلويات ورجعت تنام تاني. انت شفتوها نامت بالمصاصة. وعمر هنا وهو بيضحك عليا بيغيظني. وصور انا وعمر وانا وشوشو القمر وكده. وصلنا لاخر فيديو.